السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا اللي متابعينا النهاردة إن شاء الله. ده شغلنا في حدائق الأهرام. ده طبعا كان عبارة عن محل كبير أو مول. طبعا زي ما احنا شايفين، كان في سوء استخدام كبير جدا جدا من المستأجر اللي كان قبل كده. طبعا شايفين الشروخ والسقف اللي فيه باب والزيوت على الحيطة. كان فيه طبعا استخدام مطعم، فطبيعي بتلاقي فيه مشاكل كتيرة. طبعا حتى هنا الحمام كمان مش متقفل من فوق السيراميك، وفي مكان جدران اتشالت. في مكان مرمات كهرباء كتير جدا، ولكن ان شاء الله بفضل الله هنخليها حاجة محترمة جدا. دي طبعا كانت بداياتنا في اول ما اشتغلنا. طبعا اول حاجة بنبتديها ان احنا بننظف المكان كويس ونلم اي حاجة بنحطها في نص المكان، وبعد كده ناخد حريتنا في المكان اللي هنشتغل فيه. تمام. تعبان. شايفين لابس الهاند فري؟ يعني في صنايعي يشتغل بالهاند فري؟ ها؟ شايفين العرق عليه عامل ازاي؟ الواد شقيان. اه. لا احنا عارف بركب الشقه بتبقى معموله بعد ما اخلصها. ماشي. الله ينور يا معلم سيد. السيد يا جماعه لسه حاطط البتاع في ودنه، ماشي. فطبعا ساعة ما بيحطها في ودنه ما بيسمعش حد. ايوه كيف؟ المعلم عبده الكشافات بتاعته غبرت اهيت. غفلت خالص. والمعلم محمد عامل ايه يا محمد؟ كويس؟ انت مبسوط معانا؟ بس يالا مبسوط معانا؟ مبسوط معاك. حبيبي يا ابو حميد. الله ينور يا ابو حميد. هنطلع على النت. شغال شغال. ايوه.
هنا طبعا يا جماعة ده المنظر في الأول خالص أول ما دخلنا بنفكركم بيه علشان تشوفوا فرق الشغل بين قبل وبعد. ده كان بداية ما دخلنا، ولكن الحمد لله بفضل الله دلوقتي هتشوفوها بعد الفينش وبعد المجهود اللي اتبذل فيها، وربنا يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا جماعة الحمد لله بعد الفينش وبعد النظافة وبعد القرف اللي كان موجود. طبعا كان مفتوح مطعم قبل كده وكان في سوء استخدام، فالحمد لله مكان الهباب والكلام ده كله شلناه بالكامل للناس اللي شافت الفيديو في الأول، ومكان الموجود بتاع الكهرباء، مكان التعديلات، الدنيا دي كلها. الفينش بتاعنا جوتن. الحمد لله ظبطنا الدنيا على قد ما قدرنا. هنا كمان الجزء ده كان سيء جدا جدا فوق الوصف يعني. الحمد لله دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين. ثواني كده نقيد النور كده. بعد ما قلنا النور اهوت زي ما احنا شايفين الحمد لله الشكل اختلف تماما 180 درجة عن الشكل اللي شفتوه في أول الفيديو. هنا برضه نضفنا الدنيا اهيت. الحمد لله المكان كله بقى نضيف. الحمام كان سيء جدا وكان السقف بتاعه مش متقفل كويس، برضه عدلنا فيه بنسبة 80% بحيث إن احنا نوصله لشكل كويس على قد ما نقدر. يعني الحتة اللي هنا دي خرسانة وكان فيه مكان جبس قديم وكان جدران قديمة وكان فيه فراغ فوق طوب أحمر كده. فالحمد لله ظبطنا فيه على قد ما قدرنا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي بقى حاجة محترمة ونضيفة تمام. هنا طبعا ديت الأوضة اللي كانت جوه، الأوضة الكبيرة لو تفتكروا كان شكلها ايه في أول الفيديو. الحمد لله الدنيا اتغيرت تماما. كان فيه تعديل، ده كله تعديل كهرباء، كل الفيش اللي في الحيطة ديت كان فيه هنا شروخ وكان فيه حاجات غريبة كده. الحمد لله ظبطنا الدنيا. طبعا ده هيبقى زي محل كبير أو هايبر على حسب بقى ما صاحب المشروع يفتح إن شاء الله. تمام. فربنا يبارك له وإن شاء الله نكون عند حسن ظنه ونكون عملنا له الحاجة اللي هو كان عاوزها. تمام. وكده انتهينا والحمد لله خلصنا. ونقول نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.